امتلك البرزاني الخالد من شروط القيادة وقدرة اجتذاب الولاء الوطني والقومي لشخصه وقضيته ما لم يمتلكه أحد من القادة السابقين والمعاصرين له، الأمر الذي دفع الرجال والنساء إلى ترك كل شيء خلفهم والسير وراءه مهما كانت الظروف صعبة والمخاطر كبيرة. وهذا ما أجبر زعماء العالم على أن يقولوا في البرزاني ما لم يقال لأحد من قبله. الزعيم جمال عبد الناصر قال فيه إنه كان رجلا مهيب الطلعة، وأعظم وأظهر ما كان فيه عينان نافذتان تزيدان من قوة تعابير الخطوط الحازمة لوجه صارم نابه. الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قال: وأنا أتابع مراسم دفن مصطفى البارزاني في ذلك اليوم من أيام ربيع عام 79 و900 وألف، تبين لي بوضوح أن جمهور المعزين لم يكن يقوم بمجرد إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الزعيم الكردي، بل إنهم كانوا يقومون بتوديع أهم شخصية كردية سياسية وعسكرية على مدى التاريخ منذ صلاح الدين الأيوبي. أما المفكر والأديب المصري محمد حسن هيكل فقد قال: إن فضائل البارزاني هي من طراز الشجاعة القديمة، حتى أن الإنسان لا يعجب بسموها إلى درجة كبيرة. عاش يقود ثورة بعد ثورة بأساليب زعيم محنك، ولكن بلا غاية سوى الكبرياء والاستقلال. فيما وصف جورج اف ألين سفير أمريكا في إيران عام 74 و900 وألف البارزاني بأنه قائد تاريخي تواق للحرية ثائر للانعتاق من الظلم والجور. الميجر أدغار أوبالانس المحلل العسكري البريطاني قال في كتابه الثورة الكردية الصادر عام 73 و900 وألف إن مصطفى البارزاني استطاع أن ينتزع أول اعتراف قانوني بحقوق الكرد في العراق، وهو أول اعتراف إقليمي بمطالب القومية الكردية، والتي كانت البداية لإقرار الآخرين بمشروعية حقوق الشعب الكردي. الصحفي والباحث الألماني الدكتور كونتر ديشنر مؤلف كتاب أحفاد صلاح الدين الأيوبي قال عن البارزاني: لم يشهد تاريخ الشرق الأوسط قائدا مثله، لا يتنازل عن كرامته ورصانته في كل الظروف العصيبة التي كانت تمر بها كردستان، وكانت ذهنيته السياسية متطورة جدا تعينه على التعمق حتى يصل إلى النتيجة النهائية أو إلى قلب المسألة التي يبحث فيها دائما. وقال رينيه موريس مدير المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فرانسوا ميتران: من بين جميع شهداء الحركة القومية الكردية وأبطالها فإن للبارزاني مكانة خاصة عند الكرد، ويمكن العثور على صورة معلقة في منازل الكرد البسطاء في تركيا والاتحاد السوفيتي وفي مكاتب الصحفيين المشهورين في واشنطن. فحياته أشبه بأسطورة، والإنجازات العسكرية التي حققها في ميادين القتال تشكل مصادر اعتزاز الكرد بهويتهم القومية على مدى عقود طويلة.